سلام الحب ديالي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحيحتكم. جيتكم فيديو جديده معمره بالشطاره، ان شاء الله تعجبكم وتكون خفيفه على قلوبكم. هيا يا لاله اشطري معايا، جيبي بواطه مالغارين للتوريق هذيك تاع ارطل، وشوفي واش راكي رايحه تخرجي من يدك الشابين. انا رايحين نديرو زوج موديل تاع سالي وزوج موديل سكري، كل وحده تقول الاخرى بعدي لهيك انا اللي بنينا عليك. شوفوا لي البنات، درت لكم لي مونشون ودرت لكم بيتزا كوفر ولا لي كوكا. البنات ديالهم يا البنات ما عندي ما نقول لكم عليها صدقا، يجو خير من تاع برا، يجو خفاف مورقين ماشي معجنين. اون بليس درناهم في دارنا مقيين على بالنا واش رانا ناكلو. وحاجه المليحه هنا هي بغير بواطه تاع مارغارين خرجنا هاد الكميه الهائله من لي سالي والسكري. فوالا شوفوا لي هاد لي تارت ولا هاد لي فولوفون سكري بلي فريز، حاجه واحده اخرى. واش نقول لكم البنات، على بالي ويلا جربتوهم راح تقعدوا تدعوا لي، وانا نقول لكم شكرا جزيلا ولكم بالمثل ان شاء الله. حبيت ندير لكم هاد الوصفات قبل رمضان، بزاف منكم اليوم يروحوا يشروا لاباط فويتي بسومه غاليه وما متورق لهمش كامل. انا اليوم جيتكم غير من الدار ان شاء الله، انا رايحين نديروها وحر تخرج لكم لاباط فويتي روعه روعه. نشوفوا واش انا حنشارك معكم. اول حاجه واللي هي لاباط فويتي، واش درنا هنايا في الجبنه ديالنا؟ درت كيلو تاع فارينه، درت عليها ملعقه تاع الملح، ملعقه تاع السكر، 8 ملاعق كبار تاع الزيت و3 ملاعق كبار تاع الخل. هادو هما المكونات تاع العجينه المورقه. انا رايحه نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف وفي اول تعليق هكذايا باش ديروا عليها كابتشور وتجربوها. دونك هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما دخلت كامل هادوك المكونات مع بعضهم بديت نطم بالماء. باش تنجح لكم لاباط ديالكم بنات لازم الماء يكون بارد، سورتو في الصيف. من المستحسن انكم ديروه في الكونجيلاتور يكون بارد بزاف، ماشي كونجلي، يكون بارد مليح. نحوه وبداو تخدموا به. هنايا انا كنت درت الماء بارد عادي باسكو رانا في الشتاء. دونك بعد ما طميتها هكذا تكون معنا، ما تكونش يابسه وما تكونش طريه بزاف. هنايا بنات كنت شاركت معكم روتيني اليوم كامل، دوزت لا جورني ديالي كامل في الكوزينه، علاش خاطر عيون وليداتي وخاطر عيونكم يا الغاليات، باش نشارك معكم لاباط فويتي وكامل واش نقدروا نديروا بها. دونك هنايا واش درت؟ شديت هذيك العجينه ديالي حليتها فوق لو بلان دو طرافاي، نحيت كامل واش كاين من الفوق، خليت غير هذاك الورد الله الله باش يمتع لكم عينيكم. بعد ما حليت لاباط ديالي جبت مالغارين للتوريق. استعملوا اي مالغارين راح تخرج معاكم، لازم برك تكون للتوريق. فوالا واش درت البنات؟ حطيتها انايا تسخن شويه في الميكرووند، علاش؟ باش نطريها. شوفوا بعد ما طرات لي نعطيكم هذه الطريقه السهله اللي تحطوها فوق لاباط ديالكم وتبداو تخدموا فيها بهذه الطريقه. قالت لي وحده كي حطيتها في الانستغرام، قالت لي ليندا ما تقولي ليش هذيك لاباط فويتي اللي نسكرفتو الماغارين؟ قالت لي باسكو كي نكون راح نديرها نموت بالعيا. قلت لها لا غدوه تبعي لا فيديو وتشوفي الطريقه السهله اللي راح نعطيها لكم. بعد ما حليت هذيك لا ماغارين غير بيديا باسكو كانت طريه بزاف، من بعد غلقت عليها كامل لاباط. نورمالمون الحب ديالي صوره هنايا راهي تعبر، ركزوا مليح. من بعد ما غلقتها قلبت لاباط ديالي وبديت نحل فيها بالحلال بهذه الطريقه، نحلها حتى نشوف لاباط ديالي خلاص ما قدرتش تتحل، يعني ما نقدروش نحلوها فوق هذاك الشيء. فوالا شوفوا هنايا بعد ما حليتها نحلها للفوق، نزيد في لي كوتي، المهم حتى تتحلي بيان. من بعد راح نبداو نطبقوا فيها. شوفوا العام اللي فات كنت درت لكم لاباط فويتي تاع دوبلو تور، دوكا حندير لكم بات فويتي تاع 3 تور. دونك هنا شوفوا انا هنايا نطبق لكم ونعاود. كنت طبقتها جهه، زدت لها الدوزيام كيما راكم تشوفوا من هيك. شوفوا طبقت الجهه الاولى من بعد الدوزيام. هنايا لاباطي تلاقات مع بعضها، هنا رانا دوبلو تور، دوكا نديرو 3 تور. فوالا دوكا طبقناها على 3 تطبيقات. دونك بنات هاد الوصفه ناجحه 100%، ديروها وعينيكم مغمضين. من بعد قلبت لاباط ديالي وبديت نحل فيها. دوكا ما رانيش رايحه نعذبكم ونحلها كيما حليتها المره الاولى، لا غير تحلوها يعني شويه ماشي كيما مع الاول.
شوفوا انا كيفاش راني رايحه نحلها. نعاودوا نديروا الطريقه اللي درناها مع الاول، نطبقوا التطبيقه الاولى، هذا هو لوتور الاول، نزيدوا لوتور الثاني هكذا. كي تلاقاو مع بعضهم راح نزيدو نطبقوهم هكذا، حنتحصلوا على 3 تور في لاباط فويتي ديالنا. دوكا يا الغاليات كملت لاباط فويتي، شفتو ميم با 2 دقائق كانت واجده معايا بات فويتي. ايماجينيو بانت برطل تاع مارغارين للتوريق وكيلو تاع فارينه، تحصلنا على 2 كيلو و100 غيلا ولا قريب 200 غرام تاع بات فويتي. وشوفوا لي هذاك التوريق، يا سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله. راح تحصلوا على احسن واروع بات فويتي رايحين تخدموها، يعني ما قدرش نقول في حياتكم، مي بهاد الوصفه راهي رايحه تخرج لكم اروع بات فويتي. صدقا يا البنات تجربوها ما كوش رايحين تندموا. شوفوا هنا بعد ما حطيتها لكم فوق الميزان خرجت لكم 2 كيلو وقريب 200 غرام تاع لا بات فويتي. شوفوا بعد ما نكملها انا نديرها في سيلوفان بهذه الطريقه، نقسمها على 2، نديرها في سيلوفان، كل كميه نديرها وحدها ونحطها في الكونجيلاتور تشد لي 3 شهور حتى 6 شهور. مي انا اليوم اني رايحه نطيبها معاكم كامل، حبيت برك نوري لكم كيفاش نخبيها. هنا رحت ندير تكتوكه باش نديروا بها لي كوكا. التكتوكه كيما ديروها يا الغاليات، ديروا لها البصل، الطرشي، الفلفل، الطوماطي، شويه تاع الثوم، شويه تاع الملح، ونديروا لها قانيت فلفل عكري، طماطم مصبره انا ما كانتش عندي، ونخليوها طيب على نار قليله حتى يذوب معانا هذاك البصل والتكتوكه تجي البنه ديالها يا سلام. نزيدو نحضروا هنايا كريمه الجبن، انا حنديروا بها ليمونشون. واش درنا؟ درت كاس تاع الحليب، درت عليه ملعقه كبيره تاع الفارينه وملعقه كبيره تاع لا مايزينا، ونزيدوا لهم الجبن البنات من المستحسن في كريمه الجبن نديروا جبن يكون بنين. انا استعملت لافاش كي غيشف، درت 2 هكا باش تجيني كريمه الجبن ديالي يا سلام على البنه ديالها. درت شويه تاع الملح من كتروش، زدت شويه فلفل اسود، ونبدا نخلط الكل مع بعض هكا حنتحصل على واحد الكريمه من يديكم تجي البنه ديالها روعه. تقدروا تاكلوها هكذا غير بالملعقه، غير تشوفوها قادت معاكم نحوها من فوق الفرن. وليت التكتوكه ديالي نقلب عليها، نقعد نطيب فيها على نار قليله. الا شفتوها نشفت البنات ديروا لها نص كاس ولا ربع كاس تاع الماء هكذا باش يطيب معاكم هذاك البصل ويذوب. هنايا وليت باش نحل لاباط فويتي ونبداو نخدموا لي سالي ديالنا. اول حاجه حنديرها هي لي كوكا. شديت كيلو تاع لاباط فويتي قسمته، حليت النص بهاد الطريقه هكذا باش نحطوه في سنيوه. حلوه البنات بسمك هكذاك واحد 3 ملم حتى 5 ملم. دونك هنايا لازم نمسح لو بلان دو طرافاي ديالي على بالكم باللي موسوسه، ونحط السنيوه تاعي عنقه. كنت دخلت في سنيوه ولا كنت حطيت على سنيوه البابي كويسون هكذايا باش نحط فوقو لاباط فويتي. بعد ما حطيتها درت عليها من الفوق التكتوكه ديالي. التكتوكه لازم تكون ناشفه، هذا سر من اسرار لاباط فويتي باش تطلع معاكم. كي يكون ولا كي تكون بزاف لاصوص ما تطلع لكمش لاباط فويتي ديالكم، راح تكون ثقيله عليها. بعد ما كملت حطيت لاصوص، زدت حليت لاباط فويتي تاع النص اللي قعد لي من هذاك الكيلو، نحيت كامل هذوك الاطراف اللي كانوا زايدين هكذا باش كي نخدموا خدمه تكون نقيه. هاي لك هنايا جبت السنيوه ديالي، راح نحط هذيك لاباط فوق هذاك البصل، نسيو نضغطو مليح على الاطراف باش ما يخرج لناش هذاك البصل. ان شاء الله بنات الصوره راهي تعبر، والله يعني نمد لكم الوصفات من قلبي ونعطي لكم كامل اسرارهم. نشوفوا هنايا كيفاش راني نغلق في الاطراف تاع العجينه المورقه. وفي هذه الاثناء بعد ما نكملها نجيب نقطعها، تحبوا تقطعوها بموس، تحبوا بشاقوره، لكم الاختيار. انا كانت قدامي هاد الشاقوره عجبتني قلت لها روحي هنا نستعملك. دونك نقطعوا لي كوكا ديالنا كيما يقطعوها برا كاري، تحبوا تقطعوها صغيره كبيره لكم الاختيار. وبعد ما نكمل نجيب صفار البيض ندير عليه شويه تاع الخل هكذا باش نحو هذيك الريحه تاع البيض، وندهنو كامل سطح الوجه تاع لي كوكا ديالنا. وبيان سور في الاخير نديروا لها هذيك اللمسه تاع الزيتون الكحله. شكون كيما انا تعشق الزيتون.
هكذا بعد ما كملت يا لاليات الشطرات دخلتها للفرن. لازم الفرن ديالنا يكون سخون. من بعد نخلوها طيب على درجة 180. نخلوها غير نشوفوها بدات تحمر من تحت، نشعلوا لها من الفوق. البنات لاباط فويتي ديالكم لازم تدخلوها على فرن سخون. الا دخلتوها على فرن يكون بارد ماهيش رايحه تنجح معاكم. وكي تدخلوها على فرن ساخن بزاف سيو تنقصولو حتى ل 180، ما ديروش 200 220. لاباط فويتي ديالكم اي ريحه تحرق وطيب معجنه. هكذا الا تبعتوا كامل الاسرار باذن الله رايحه تنجح معاكم. نولو هنايا الليمونشون. كنت حليت الرطل تاع لاباط فويتي، حليته رقيق بسمك 3 ملم. من بعد قطعته على شكل مستطيل. جبت كريمه الجبن اللي خدمتها معاكم كانت بارده، درتها في لابوش. بديت نحط فيها فوق لاباط كيما شفتوا البنات. نورمالمون الصوره كانت تتعبر. ديروا كميه قليله برك، حربوش يكون رقيق، هذا ما كان. من بعد انا طبقتها التطبيقه الاولى، والتطبيقه الثانيه نديروا عليها شويه تاع البيض هكذا باش تنغلق معايا. انا بعد ما حددت رحت قطعتهم كامل هكذا باش نكمل على ضربه. شوفوا كي حطيت هذيك الكريمه الجبن روليت عليها وضغطت على هذيك لاباط هكذا باش ما تنحليش. من بعد شديت درت عليهم كامل هكذا صفار البيض باش نكمل تمتم. والتطبيقه الثانيه ولا الروله الثانيه راح تكون على هذاك البيض. دونك هنايا في لاباط فويتي ديالنا لازم نديروا زوج تطبيقات ولا زوج رولات، ما نزيدوش فوقهم، ولا على حساب الكبر ولا الصغر نتوما وكيما تحبوا. الا حبيتوا لي مونشو تاعكم يجوا صغار قطعوا لاباط تاعكم هذوك المستطيلات رقاق ما يكونوش عراض. وإلا حبيتوهم عرض الله الله ديروهم كيما انا. سينو تقدروا ديروهم كبار، ماما ديرهم كبار والله يجوا ما شاء الله يهبلوا. انا كنت درت شويه صغيورين لوليداتي من بعد كليتهم كي كنت نصور معاكم عجبوني، قاعده غير ناكل حبه زيدي خطها زيدي واحده اخرى حتى كملتهم بصحتي. المهم قبل ما تفوتنا الوصفه هذوك لي مونشون كنت درت لهم البيض من الفوق، زدت عليهم لي غران دو بافو اللي هما بذور الشيا تقدروا تستغناو عليهم، ودخلتهم للفرن يكون ساخن. قد ما يكون الفرن تاعنا ساخن لي مونشون تاعنا راح يطيبوا لنا بنان. اني ناكد لكم ونعاود بنات. من بعد نقصوا الفرن ديالكم على 180 درجه. يعني كي تدخلوا لاباط فويتي تاعكم اي سالي ولا سكري طيبتوه، المهم لاباط فويتي تاعكم كي تدخلوها للفرن نقصوا الفرن تاعكم على 180 درجه. كي يحمروا لكم من الفوق شعلوا لهم الفوق، يحمروا نحوهم. هنا فاتتني الوصفه تاع لا كريم باتيسيير. واش درت فيها؟ درت نصف لتر تاع الحليب، درت عليه 4 ملاعق كبار تاع نشا، 6 ملاعق كبار تاع سكر، زدت عليهم ايضا صفار بيضه، حطيتهم يطيبوا مع التحريك المستمر. بعد ما عقدت معايا درت عليها ملعقه كبيره تاع الزبده وزوج ملاعق كبار بودرة الشونتيي وشويه تاع لافاني، وخلطت الكل وخليت لا كريم ديالي تبرد معايا. هنايا جيت نحضر اون تارت كبيره. هنا جبت هاد المستطيل تاع لي تارت. نتوما كيما تحبوا تقدروا ديروا الدائري، تقدروا ديروا هذوك ليمون الصغار يجوا يا سلام يا سلام. حليت لاباط ديالي على سمك 3 ملم توجو، هذا هو السمك اللي نحل به لاباط ديالي. غير كي ديروا البيتزا، كي نديروا بيتزا لازم لاباط تاعنا تكون شويه خشينه. بعد ما حطيتها في المول تقبتها كامل بالفرشيطه هكذا البنات باش ما تتنفخش معاكم. سيو تقبوها كامل ما تخلوا لها حتى بلاصه. دخلتها كانيت للفرن كيما العاده، نطيبوا على درجه حراره تكون عاليه. غير ندخلوا لاباط فويتي ديالنا نقصوا لها حتى ل 180. راني غير نعاود لكم في هذا السر يا البنات بالك تراطيوه. من بعد هنايا جيت نحضر معاكم لي فوليفون. واش درت؟ حليت لاباط ديالي، جبت سيرسو هكذايا دائري حطيتهم في سنيوه. من بعد زدت حليت واحد اخرين دائريين، جبت واحده صغيره عليها طبعتها في الوسط هكذا باش نحي هذيك الدائره الزائده. لاباط فويتي البنات تاع لي فوليفون الاولى نتقبوها مليح بالفرشيطه نحطوها فوق البلاطو. من بعد نجيبو شويه تاع البيض نديروه على الاطراف هكذا باش كي نحطو هذوك الفوقانيين اللي نحينا لهم دائره في الوسط يلصقوا معنا. هذوك اللي درناهم من الفوق بنات ما نتقبوهمش بالفرشيطه هكذا باش يتنفخوا لنا ويطلعوا لنا مليح. درت عليهم صفار تاع البيض في الوجه ديالهم باش كي يطيبوا محمرين.
ودخلتهم للفرن. هنا كانوا خرجوا لي مونشون، شوفوا هنا لي مونشون ديالي راهم سخونين، مي واش نقول لكم جاو خفاف ماشي كامل معجنين. جينيرالمون لاباط فيتي كي نخرجوها من الفرن مع الاول كي تكون سخونه تكون شويه معجنه، مي صدقوني يا البنات جات خفيفه ولا في الاحلام، ما عندي ما نقول لكم عليها. هنا راني نوري لكم وراني ناكل ما قدرتش نشبع من البنه ديالهم. شهيتكم في الجنه حبوباتي. نشوفوا طريقه التزيين تاع لي مونشون ديالنا، شوفوا كيفاش جاو مفخفخين منفخين مهويين. يا سلام يا سلام، ما عندي ما نقول لكم عليها. جبت كريمه الجبن ديالي حطيتها في الاطراف بهذه الطريقه، وراح نديرهم في الجبن المبشور. من المستحسن كي نديروا الجبن المبشور تاع الاطراف نديروا هذاك الجبن يكون بنين، فرomاج روج غريير الجوده، هادو ما يعطيكم طعم هايل لي مونشون ديالكم. واللي ما عندهاش ما فيها باس دير اي جبن متوفر عندها في المنزل. عمليك هنا بعد ما كملتهم، شوفوا بطريقة سهلة وبمكونات جد اقتصادية رايحين تخرجوا من يديكم العسل غير البنة. شوفوا لي هنا حندير معاكم واحدة اخرى هكذايا باش تستفادوا، يعني باش كي تخرجوا من هذا الفيديو تخرجوا مستفادين للاخر. نتمنى برك تدعوا لي بالك وتنسوني بالدعاء، وما تنسونيش كانت بلو جيم وبتعليقاتكم اللي نعشقهم ونموت عليهم. شوفوا لي هنايا لاله ليندا واش راهي رايحه دير هذوك لي فوليفون، كنت حنخليهم لكم هكذاك برك. كنت حنقول ان شاء الله ندير طاجين زيتون ونديرهم بيهم، من بعد قلت علاش لا ما نديرش هاد الفكره اللي على بالي راح تعجب كامل مشتركاتي. طيبت لي فريز درتهم كيما نديرو الكونفيتور، درت شويه تاع لي فريز، درت عليهم سكر عيني ميزاني، شويه تاع الماء، وخليتهم يطيبوا واحد الخمس دقائق كانوا واجدين معايا. هامليك لي فوليفون ديالي روعه. شوفوا لي كيفاش طلعوا هنا راه مسخونين، مي التوريق ديالها راهو باين بلي ما راهيش معجنه كيما يقولوا الجواب باين من عنوانه، دونك كلش راهو باين على عينيكم. قلت لكم لي فوليفون ديالي حبيت نديرهم سكري هكذايا باش تبدلوا شويه. لي فوليفون ما نديروهمش غير سالي، دونك نقدروا نديروهم حتى سكري. من عند ليندا تخرج كلش من يديها. دونك كنت جبت هذيك لا كريم باتيسير ديالي درتها في لابوش وبديت نعمر فيهم بهذه الطريقه. تقدروا تعمروهم غير بالملعقه، عمرتهم شويه لداخل ما حبيتش نخرجهم حتى الفوق بس كي مازال نزيدوا نعمرهم بهذوك لي فريز الطايبين. هنايا جبت هذيك لاطاخت ديالي الكبيره عمرتها بلا كريم، كنت درت لها الطبقه الاولى من بعد بانت لي شويه رقيقه، قلت نزيد لها الطبقه الثانيه وجات هايله. التزيين اختياري يا البنات، انا درت لها التزيين، انتم زينوا كيما يحب خاطركم. انا كنت زينت بالتشينا، زينت كانيت بالبنان التفاح ولي فريز. حبيت نعطي لها نظره شابه لهاد لاطاخت وندير لها كامل ليكو. دونك هنا كي نكون نقسم فيها وليداتي كل واحد واش يحب، كاين اللي يحب البنان، كاين اللي يحب لي فريز، كاين اللي يحب التفاح. تشينا ما عندهم حاجه فيها، مي انا نحبها بزاف وزوجي كان يحبها. وهذا الخير كامل يا البنات درتو لوليداتي. نحب هكذا مره على مره ندير لهم حاجه بالطبع والشان نشبعها لهم اون جايين الضياف. مي كي يدخلوا وليداتي يقولوا لي ماما شكون هو جاينا، ونقول لهم نتوما الكبيدات ديالي، نتوما العزاز على قلبي، ما كاش انسان عزيز عليكم. دونك دائما نسبق وليداتي على الناس واحد اخرين. انا نتهلا في ضيافي دائما نحط لهم غير الحاجه الشابه كلش بالطبع والشان، مي دائما نحب نسبق في وليداتي مره على مره نتهلا فيهم. ان شاء الله يا الغاليات تاني تتهلاو في وليداتكم بحاجه شابه بحاجه بنينه بكلمه طيبه. قبل ما تفوتنا لا فيديو كالعاده جبت هنايا هاد الناباج تاع القرعه، هدايا البنات ترشوا شحال ساهل هائل. مي شنو ما يعطيكمش هذاك لي في تاع الناباج هذاك تاع البواطه اللي نخدموه بالبانسو. علاش؟ باسكو هاد القطع القرعه يجي خفيف، سينو هذاك يجي ثقيل. انا هذاك اللي يعجبني، مي هاد اليامات راني نستعمل فيه هذا باسكو ساهل. دونك هنا شوفوا لي البنات الناباج ما نديروش غير على الكريمه وهذوك لي فخوي، حتى لاباط ديالي نسي نعسلها مليح به هكذايا باش تتشمخ وتجينا بنينه. ميم المنظر تاعها يجي شباب كي تكون تبريي. دوكا نروحو نكملوا لي فوليفون سكري ديالنا. قلت لكم البنات هاد الوصفه والله صدقوني غير درتها من راسي انا كي ندخل للكوزينه نقعد غير نخترع.
شوفوا لي بعد ما طابت هذيك الفريزه خليتها بردت شويه. نتوما سيو طيبوها على البكري، انا ما كانتش في بالي على بيها، طيبتها دقيقه الاخرى. عمرت هذيك لي فراز ديالي، سيت رفدت غير هذوك لي فراز حطيتهم لداخل وشديت هذاك الناباج كامل على لاباط فيتي ديالي. ويا سلام يا سلام، زدت حطيت لها تينه هكذايا باش تمد لنا منظر شباب. وفي الاخير رشه خفيفه تاع سكر غلاس اللي حيمد لها لمسه يا سلام على اللون الابيض كي يتخلط مع اللون الاحمر. وشوفوا لي داك الخير صنع ايديا وحياة عينيا. راني نضحك معاكم برك يا الغاليات. شوفوا يا الزينات، ان شاء الله نتمنى من قلبي انكم تجربوا هاد الوصفات السهلين الاقتصاديين للبنة ديالهم عالمية بإذن الله. بإذن الله كون رايحين كامل تنجحوا فيهم إلا جربتوا الوصفات وخديتوا كامل الأسرار. ما كاش حاجة واعرة في الكوزينة إلا كنتي تحبي الطبخ وطيبي من قلبك كلش راح يجيك بنين، كلش راح يجيك ساهل، كلش راح يجي الله الله من هادوك اليدين الزينين. دونك شوفوا لي هادوك لي كوكا هنايا كنت درت لكم، حبيت نسمعكم القرمشه. مي اطفالي الله المستعان كانوا دايرين حاله، كانوا يلعبوا بالون في الكولوا. ربي يحفظهم لي ان شاء الله. والله البنات القرمشه كانت تهبل، شهيتكم في الجنة إن شاء الله. لي كوكا ديالنا خرجوا مورقين منفخين مهويين، ماشي كامل معجنين، والأهم من هكذا بنان على تاع برا. نشوفوا كاني 3 طارتو فروي. بدلنا شويه، هاد المره درناها بلا بات فيتي، بدلنا على لا بات بريزي. كل مره نديروها بلا بات بريزي، هاد المره قلت نشاركها معكم بلا بات فيتي. جات هايله البنات. مره على مره ديروها بهاد الوصفه، سورتو كي يجوكم ضياف. الا حضرتوا لاباط فيتي اللي سالي زيدي ديري لهم حاجه سكري وانتي تهنيتي. هكذا ضربتي عصفورين بحجر واحد. وهذوك لي فولوفون سكري اللي درناهم بلي فراز البنه ديالهم البنات جات عالميه. وليداتي وزوجتي هبلوا عليهم. نتمنى من قلبي انكم تجربوا هاد الوصفات، ونتمنى انهم يعجبوكم وينجحوا معاكم. انا شاهد عليا ربي سبحانه بلي مديت لكم كامل الاسرار باش ينجحوا معاكم، باسكو نحبكم كيما خياتي. هنايا شوفوا حنقعد غير نهضر عليهم وقوه عجبوني. شوفوا لي هاد لي مونشون الصغار كليتهم وحدي مع الوكليت زوج. دوكا كي نزيد باش نصور لكم زيد كملت هذوك الزوج. بصحتي ان شاء الله انتو كاني ديروهم وتاكلوا منهم وما تشهاوهمش، يعني باسكو شهيتكم في الجنه يا العميرات. انا نزيد قسمت معاكم هذيك لاطارت. شوفوا لي البنات هذاك التوريق هكذا تبان لكم باللي صح ما راهيش معجنه. انا حتى لهنا خلصت لا فيديو ديالي. الحق الوقت باش نودعكم. ما تنساوش تدعموني بجام وتدعموني كاني بتعليقاتكم وتشجعوني بهم باش هاد لا فيديو يلحق الاكبر عدد من الناس. هكذا كيما استفدتي نتيا الغاليه يا الزينه ديالي راح تزيد تستفاد معنا انسانه واحده اخرى. ما بقى لي غير نقول لكم نحبكم بزاف صدقا. اني رايحه نتوحشكم. نخليكم في حفظ الرحمن وفي لمسات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.